السلام عليكم، بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. أول شي خلونا نكسب صلاتي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلونكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله الجميع بخير وصحة وعافية، واحكولي أخباركم. بدي أتشكركم كتير كتير على تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الحلو. الله يجبر بخاطركم، الله يسعدكم جميعا إن شاء الله. هيك مثل ما بتجبروا بخاطري بكلمة حلوة، الله يجبر بخاطركم جميعا. واليوم هيك رجعت لكم فيديو ان شاء الله راح تحبوه، راح ينال اعجابكم، وبتمنى هيك كل وحده تحضر شي تشربه تجي لحتى تحضر الفيديو معي، وكتبوا لي رايكم بالتعليقات اذا بتحبوا انزل فيديوهات مثلا هيك كل يومين او يوم يوم لا. هالشغله يعني كتير حابه اخذ رايكم فيها. بداية الفيديو كله هذا مليان شغل ونشاط عكس الحديث اللي بدي أحكي فيه، بس سبحان الله يعني كله تيسير من عند رب العالمين. أحيانا بتلاقوا يومنا كله ميسر، وأحيانا بتلاقوا هيك يعني ما بنقدر ننجز كتير شغل. فهون بالبداية بدي أساوي هاي الأكلة، صار لي زمان ما سويتها، لقمة الباشا. عن جد أنا آخر فترة حس حالي كتير مقصرة بهالأمور، إنه أكلات الحلو هالشغلات وهيك. فلا نشطت بعد ما جبت هيك غراضي. شفته من كم فيديو، جبت غراضي من شركة البيان. تلاقوني كل ما لقيت حالي عندي وقت وعندي فراغ بقوم بسايلهم هيك أكلة سهلة وطيبة وسريعة. فهوني بعد ما شربت القهوة الصبح قمت بدي أساويها. وهلا هون رح تشوفوني انه فضيتها بالبيركس، بعدين رجعت فضيتها بالصينية، لقيتها انه بالبيركس كتير رح تكون سميكة. عرفتوا؟ حطيت لتر حليب وكاسة طحين، كاسة سكر، واخر شي يعني هو بلش الخليط السمك عندي. حطيت معلقة زبدة وظرف فانيلا بس. وهون حطيت جوز الهند، بس لما قلبتها بغير صينية يعني جوز الهند تخلط بقلبها، رجعت حطيت بأرض الصينية جوز الهند. عرفتوا؟ وعن جد عطت طعم كتير كتير طيبة، انه هيك يعني تخلط بقلبها جوز الهند. شقد كنت اول ما فتحت قناة يا صبايا اساويها هي الاكلة وما تنجح وما تلف معي. هلا لا، احلى شيء انه يعني اول طرف اكلوه ان شاء الله صحة وهنا. بعدين جيت بدي اقطع يعني هيك شقفة، لقيتها هيك لفت بسهولة، قلت لا لازم هالمقطع اصوره بعد انجاز وتعب. شوفوا وقت بتكون انا على فكرة يعني مساويته هلا وماني حاطة في بالي انه تلف، يعني خلص لو حتى قسمت قطع ما في مشكلة، بس انه لما بتحطوا ببالكم وبتكون تأنجزوا وبتكون تعملوا بتلاقوها ما زبطت. وهون بقى جيت لحتى احضر لهم الفطور وافيقهم بقى حاجتهم. بكون انا هيك ضبيت المطبخ، ضبيت كل شيء، بجهز الفطور. بما انه طبختي هاليوم يعني بدي اتاخر فيها شوي، لانه انا يعني كل يوم هيك عم بساوي. يعني اذا الطبخه هيك بدها شغل، هلا اليوم طبختي بدها قلي وبدها اساوي كوسه شيخ المحشي كزابي. هلا للصراحه هو الاساس انه بكون نحن يعني بنحفره وبنحشيه، بس والله يا صبايا اولادي بحبوه هيك اكتر. فخلص بساوي مثل ما بحبوه، مو بس لانه اسهل، لا عن جد ولادي هيك بحبوه اكتر. فبده قلي وبده شغل. شفتوا الكوسه بياكل قلي كتير، فقلت لحالي بحط فطور بخلص منضبضب وبعدين ببلش بشتغل بالشيخ المحشي. قلت لكم اليوم الفيديو عكس الموضوع اللي راح احكي فيه. راح احكي بموضوع انه عن جد مو ضروري انه نحن كل الوقت يكون مليان وكل الوقت نكون مشغولين. يعني مثلا دا لكم يعني بفترة من الفترات الماضية كنت أحس إنه إذا ما كان يومي كله مليان شغل وإنجازات كأني ما عملت شي، وإذا قعدت وارتحت شوي ضميري يضل يأنبني، وأحس حالي إنه لازم أنا أكون أفضل، لازم أنجز أكتر. بس مع الوقت اكتشفت إنه هذا التفكير غلط، عم يتعب لي نفسيا وأكتر، يعني عم يتعب لي نفسيا أكتر ما يفيدني. اليوم صرنا بزمن منشوف فيه الحياة والناس كلها على السوشيال ميديا، ومنشوف البيوت مرتبة والأكلات الطيبة والطلعات ويعني هالقصص والضحك، بس قليل جدا 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 لنشوف الضغط يعني الضغط اللي نحن بنمر فيه، والأيام اللي بيكون فيها الواحد ما له نفس يعمل أي شيء. وهون المشكلة، بنحس حالنا إنه نحن غلط. وهون المشكلة إنه نحن نقارن حياتنا ويومنا كله بلقطات مختارة من حياة غيرنا.
انا بصراحة عن جد بطلت اعمل هيك ابدا، لانه كل بيت له ظروفه وكل انسان عنده همومه، كل شخص عنده ايام حلوة وايام صعبة. يعني مثلا انا كتير ايام صدقا يا صبايا بفيق، يعني اذا دقلكن صينية القهوة بتكاسل اشيلها، وكتير مننا بعدي بهالظروف. يعني حتى للصراحة يعني مثل بصير تكسير جسم، بصير اشتاق لكم، يعني تعب. فاذا نقعد كل الوقت نقارن حياتنا بحياة غيرنا، يعني نعيش الموضوع قصة كتير صعبة. هلا بنرجع لموضوعنا وحديثنا، بس هون اشرح لكم هاي الدبس البندوره جبتها من عند اختي. مونت لي اياها هي وجوزها الله يعطيها العافيه، فهون جبتها لحتى اصفيها واقيمها على الفريزة بالمونه. قايمه بالفريزة على المونه. دائما انا بحكي الكلام بالمقلوب عادي، ما تدققوا. شوفوا اجى لحاله الموضوع، يعني حتى موضوع الكلام كنت قبل اول ما فتحت قناه لازم ارتب كلامي. فهلا وعلى فكره وقت اللي كنت يعني انه لازم ارتب كلامي واتعب، اسجل وامسح اسجل وامسح ما يطلع معي شيء. وقت اللي عفت حالي على راحتي وخلص، يعني افتح التسجيل الصوت وكانه عم بحكي مع اخواتي مع رفقاتي، فعادي يطلع معي التسجيل وكانه بكل رياحه. فدائما دائما وقت الواحد بيضغط حاله ما رح يقدر يعمل شيء. يمكن يعني تشوفوا بيوم انه بيتي كله مرتب ومثالي وكل شيء، بس انتوا ما بتعرفوا انا التعب اللي وصلت له لو وصلت لهالشكل. ويمكن يوم التاني يكون عندي تعب او ضغط وما اقدر اعمل ولا شيء، هالشي كتير طبيعي. انا لإلي ولإلكن ما بقى يعني احب اضغط حالي مشان انه صورة مثالية، لانه بالحقيقة ما في حياة كاملة. كنا عنا مشاكل وكنا بنتعب وكنا عنا اوقات نحتاج انه نقعد ونرتاح. من اكتر الاشياء اللي تعلمتها برحلتي بهالمجال، مجال القناة والسوشيال ميديا، انه الراحة مو معناها كسل ابدا، وانه جسمك تعبان ونفسيتك تعبانة طبيعي تعطي حالك فرصة وترتاحي. لانه اذا نحن ما اهتمينا بحالنا بالنهاية مين رح يتعب؟ نحن يعني نحن اذا ما اهتمينا بحالنا نحن اللي رح نتعب. وصرت لما ما اقدر اعمل شي ما بقى ازعل من حالي واقول لحالي انا كسلانة وانا خمولة وانا هيك. صرت اقول الحمد لله عملت الشي اللي قدرت عليه وبكرة يوم جديد. لانه عن جد الحياة ما سباق انه يلا بدنا بس نسبق ونرقد خلص. يعني الحياة هي انه لحتى نحن نعيش نتمتع فيها، مو لحتى نأذي حالنا يعني بهالشكل انه نحن يلا يلا دائما لحقانين. صدقا يا صبايا ما بحكي بهالموضوع الا لانه عن جد انا كنت تعبانه منه كتير، وكنت فهمانه الموضوع غلط. يعني فهمانه انه انا بس لازم ارقد والحق شغل، وخصوصي بعد السوشيال ميديا، يعني بعد ما صار عندي قناه انه انا لازم ارقد لازم الحق. لازم دائما افتح الكاميرا بيتي مرتب. عادي، وين المشكله اذا فتحت الكاميرا وبيتي مكركب ولا مطبخي مكركب؟ فيعني هي حياتي طبيعيه، انا عم بقدم محتوى طبيعي، ما عم بقدم والله مسلسل لحتى دائما مرتب. فعن جد عن جد كتير لقيت فرق بحياتي بإنجازاتي لما بطلت أفكر بهي الطريقة. صدقا الإنسان كل ما كبر هيك عقله بيكبر أكتر. أكيد أنا لهلأ عندي أحلام وعندي أهداف وبتمنى كلها أحققها، بس بنفس الوقت بحاول أعيش وما أضيع حياتي الحلوة بسبب التفكير الزايد والذكريات الحلوة اللي بتبقى. يعني دائما يعني كل موقف كل شي رح يضل لي ذكرى، حتى ولو انه ما بمثالية. لهيك عن جد خلوني انا وانتو، هلا انا تصالحت مع نفسي بس انا عم بحكي لانه عن جد مو شغلة ريحتني، بحب انتو كمان ترتاحوا معي. خلونا انه نخفف شوي عن حالنا ونعطي حالنا حقه لترتاح، ونشكر رب العالمين دائما دائما عن نعمل عنا. وهلا بدي اسألكم سؤال، انتو كمان بتيجي عليكم ايام بتحسوا فيها انكم تعبانين بدون سبب؟ عن جد وخصوصي بهالفترات الشوب هيك تعبانين من دون ولا سبب، وما لكم خلق ولا لكم مراء ولا لكم حيل ولا لكم مروة تشتغلوا شيء، ولا بس انا بحس بهالاحساس؟ هلا عن جد لما يجيني هلا لما صرت يجيني هالاحساس اقول لحالي خلص الحمد لله انه انا نظفت امبارحه وبيتي نظيف وبقدر اريح حالي. وصدقا مو يعني انا بقتنع بهالفكرة، بتلاقوني انه فترة صغيرة وخلص راح مني هالاحساس، مثلا شغلة ساعة او حتى قمت شربت لي فنجان قهوة او شي راح مني هالاحساس وقمت اكمل شغلي. بس لما بكون يعني يجيني هالاحساس وبدي اضغط على حالي واشتغل اكتر ما بقدر انجز ولا اي شي. والله يا صبايا صدقا يعني لانه انا كتير ارتحت عم بشارك معكم تجربتي،
وصدقا صدقا اذا انتم لحد الان لسه هيك بتضغطوا حالكم وعايشين الحياة كأنه سباق، تبعوا هالطريقة وشوف شلون ترتاحوا. انا ما عم بقلكن الكسل، صدقا لما انتي بتحطي في بالك خلص انا مرتاحة بشتغل، ماني مرتاحة عادي، صدقا بتنجزي اكتر من انه اذا راكدك الحياة كأنه سباق. فما بعرف اذا طولت الحديث وطولت الشرح او اذا فهمتوني صح، بس عن جد من كتر ما يعني كنت اعاني من هالموضوع انه طول النهار يلا اشرب هالفنجان قهوة اقوم ابلش شغل للمساء على هاد ومثله. فايش في يعني اليوم اشتغلت وبكره 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 وبعده، اكيد انا ما بعيش بيتي مو نظيف وبشتغل وبنظف، بس الضغط النفسي هو اللي بتعب اكتر من الشغل. بجرب طريقه انه احسن ما اقلي ويغب زيت، وشفتوا يعني انه الزيت مشان معدتي كتير بضرني، فهيك بدي احط له شويه زيت واحطه بالفرن. عرفتوا علي؟ رح احط له زيت هيك، شوفوا شوية زيت، شي انه كله يصير عليه زيت، فهمتوا علي؟ شوف اول مرة بجربها هالطريقة، ها بشوف وبعطيكم رأيي. عن جد اذا منيحة احسن ما واحد يقلي. اول شغلة بكفي التعب، تاني شغلة انه احسن، عرفتوا؟ شوفوا عم بحركه منيح مشان كله يصير عليه زيت. رح احط كمان، الصينية بتتحمل كمان، انه شفتوا هلا هذا بس تعرض للحرارة وهيك بدوب. حاشته هيك الصينية، رح احط صينية تانية بس احركه منيح. شوفوا حطيت بالصينيتين، هلا بدي احطهم بالفرن، تبلتهم مثل عادي بالزيت، شي انه طلعوا كل كوسه يكون يعني عليها شويه زيت، مو انه شي عليه وشي ما عليه. شوفوا حطيته بالفرن، والله بروح وبجي وبقلبه. عرفت الكوسه بالفرن، وبعد ما غسلت البقدونس ونشفته جيت لحتى افرمه. بس هلا بتشوفوا معي النتيجة. للصراحة انه ما بعرف اذا بدكم تعملوه بهي الطريقة. بدكم اول شغلة اللي لاحظته انه بده فرن كهرباء مو غاز، لانه انا من خلال تجربتي بفرن الكهرباء وفرن الغاز، الغاز طبعا اذا ما فيه مروحة، اذا الغاز فيه مروحة بكون الموضوع افضل. فرن الكهرباء بنشف تنشيف الاكل، اما فرن الغاز يعني خصوصي الخضرة قريب للسلق، فهمتوا علي شلون؟ بتطلع هيك لهبة غاز وبخار قريب للسلق، فالكهرباء بنشف تنشيف. فاذا بدكم تعملوه بهي الطريقة، اذا كان فرنكم فيها مروحة بكون الموضوع كتير كتير احسن، اما اذا كان كهرباء بكون افضل. بس هيك مثل فرني لا مروحة ولا كهرباء، فرن غاز، فما رح يزبط، لانه الصراحة حسيته انسلق سلق. هلا بتشوفوا شكله معي، وخفت كمان اشارك لهم اياه، فطالعت وقليت يعني قليت الوجبات اللي بقوا. قلت يعني الولاد مشتهيين عليها، فما بدي هيك انغصن واطلع لهم اياها ما طيب. يعني جد الصراحه صار كانه مسلوق، فما زبط. فرن الكهرباء يعني متاكده بزبط اكتر، لانه انا بعرف شلون فرن الكهرباء بنشف تنشيف. والله شوفوا يا صبايا، طالعتهم الفرن. قليت يعني هذا طالعتهم الفرن، وهلا في وجبه عم بقليها، لانه الصراحه كتير طلع منه مي، يعني واحد نكون صريحين، كتير طلع منه مي. شوفوا كأنه انطبخ طبخ يعني ما تأمر تأمير، فما بعرف يعني كان بده أجور عليه لسه شوي أكتر، أو هو هيك بيطلع ما بعرف. فقلت لحالي ما بدي أخرب الطبخة عن جد، والولاد كتير مشتهيين عليها يقوموا ما يحبوها أو هيك. قلت لا يا بنت طالعي اقلي، وما عندي غاز برا كمان، عم بقلي بالمطبخ. يلا بحوز حوسن زي ما في مشكلة. هلا شوفوا هاي عفتن، قللت الكمية وعفتن هلا يعني عايفن لأخلص كل القلي لأشوف شلون بده يصير وضعهم. يعني شوفوا حتى اللي عندي عم تتأمر سخنة، يعني شوفوا
يعني لو قلبتها عم بتصير هيك ما بعرف مرتخية، فما بعرف. حطيت هدول هيك قليهم حتى ما اشرك الطبخة وما يحبوها. يعني هلا شوفوا طلع مثلا دقلكم هي مستوية، ما شو شلون ما بعرف هيك تحسوها مسلوقة سلق، عرفتوا؟ فما بعرف، بجوز كان غلطي انه انا لازم كمية اقل بالصينية، ما بعرف. بس انا يعني حسيت انه فرن الغاز بدون مروحة ما راح يزبط، انا هيك احساسي بقول لي. فما بعرف، كتبوا لي انتم مجربينها لهي الطريقة ولا لا. وهون بعد ما استوى عندي قليت اللحمة مع البقدونس. بحب اكتر له بقدونس كتير كتير مثل ما انكم شايفين اكيد. وبعدين ضفت فوق الكوسة وعبطبخ الرز على الهادي. هلا شوفوا انا لا تقولوا لي كشفة طنجرة الرز مغطيتها، بس غطا الطنجرة بيعكس، فلهيك لما بدي افتح الكاميرا اجباري بضطر اشيل الغطا. وهون حطيت الكوسة فوق الشيخ المحشي وهيك قلبته كله مع بعضه وصار عندي جاهز شيخ المحشي الكذابي. بس صدقا يا صبايا ولادي بحبوه هيك اكتر. بس للصراحة انه انا حطيت شوي بالفرن وما فرن وهيك، يعني طعمته ما طلعت ناجحة مثل كل مرة لسه بيطلع اطيب. فالحمد لله رب العالمين. ومنيح ما كررت يعني التجربة كلها بالفرن، انه طالعت خطر لي انه اطالع واقلي وما انتظر، لانه عن جد شلون بدي اقلكن انه اللهم صل على سيدنا محمد انه كان ما رح يحبوه، انا متأكدة. وهون بعد ما بردت عندي هي تماما خفقت شوية كريمة وجيت لحتى احط على وشها كريمه لحتى تكون جاهزه. ايمت ما حبوا الاولاد يقطعوا وياكلوا منها ما في مشكله. شايفين شو قد بدعمكم وبدعم الاولاد باكل. انا بس يكون عندي اغراضي عن جد ما بتكسل، يعني بقوم بساوي، عرفتوا؟ على فكره يعني كتير شغلتهم بسيطه، بس بتكسل لما بدي اجيب اغراض او اوصي او هيك. هذا الشيء كتير بكسلني. وهذا هو غدانا لليوم. الله يديم علينا النعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وهلا وصلت معكم لفقرة الدعاء. بتمنى من كل الصبايا اللي معي تدعي إن شاء الله تكون ساعات مستجابة، والله يستجب لنا أدعيتنا يا رب العالمين. الله يشفي كل مريض ويعافي كل مريض موجوع بيتألم ويخفف ألم عن كل موجوع يا رب. الله يطعم الذرية الصالحة لكل حدا مشتهيها وكل حدا بيتمناها ولا يحرم لحدا يا رب. الله يهدي شبابنا وبناتنا ويصلح ونجعلهم الصالحين والصالحات يا رب. والله يفرج علينا وعليكم أجمعين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله الأدعية كلياتها بتكون من اسمتكم ونصيبكم جميعا يا رب. وهون مثل ما قلت لكم انا شفتها لفت اول لفه، قلت لا يا بنت لازم تجيبي هالكاميرا وتصوري الانجاز. يعني هي يعني يا دوب انه تلف حالها، عرفتوا؟ مو انه كمان تلف وتكون ماكنه، اكيد لا. يعني هو بالنهايه طحين وحليب. ايه والله. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. بتمنى اذا فيديوهاتي عم تعجبكم ما تنسوني من اللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد انا بنزله. وانتظروني ان شاء الله باذن رب العالمين فيديوهات جديدة وحلوة رح تعجبكم ان شاء الله. وان شاء الله اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. سلامات.